اثبتت الدراسات العلميه انه في شخصين الحنيه بتاعتهم ازيد من حنيه الام بمراحل. الشخص الاول الشاب وهو خاطب، يا سلام على الحنيه بتاعته مع خطيبته، يا سلام، بيبقى عاوز يشيلها من على الارض شيل، حنين، حنيه تلقائيه. التاني بقى مرشح مجلس الشعب قبل الانتخابات، بيبقى حنين حنيه مش عارف بتيجي منين، بيبقى عاوز يشيلك من على الارض شيل. تخيل لو قلت له عيد ميلادي بكره يعمل لك عيد ميلاد. تخيل لو انت مت يقعد في الصوان بتاعك لحد الفجر، يعني اهلك يروحوا ويقولوا له كفاياك كده انت تعبت معنا، يقول والله ما تنقل من هنا، اخر واحد يمشي من العزاء. ولو فرح يخش نقطك، وممكن كمان يشيلك كده ويرقص بيك. ايه دي؟ ايه الحنيه دي؟ احنا عاوزين الحنيه بتاعتك دي تستمر بعد النجاح ان شاء الله، بعد ما تنجح في مجلس الشعب ان شاء الله. عايزين الحنيه دي تقعد موجوده، مش بعد ما تنجح من هنا تروح قافل تليفونك من هنا ولا تغير الخط. عايزين الحنيه تستمر، خلي بالك، ها، اعمل حساب الدوره اللي جايه. ماشي يا حبيبي، ربنا يصلح حالك يا رب.